بفرح كبير. قلت له بابا انا ما بيفرقش معايا الكلام ده، المهم ان هو يطمن على والدته، لان انا بشوف فيها ماما الله يرحمها. انا اسفه يا بابا لو فكرتك. قال لي وانا من امتى قدرت انسى امك؟ دي كانت وما زالت حياتي كلها يا بنتي، انا عمري ما نسيتها. انا نفسي بس اطمن عليكي زي ما اطمنت على اختك، عشان بعد كده ادعي ربنا واروح لها، وحشتني قوي. قلت له ما تقولش كده يا بابا، ربنا يخليك ليا يا رب. وبعدين مالنا كده قلبناها حزن ليه؟ ده انا خطوبتي بكره. اضحك بقى. المهم تاني يوم صحيت والحمد لله ما كانش عندي امتحان. قمت جهزت ولبست فستان رقيق وحطيت ميك اب على خفيف. طلعت من الأوضة لقيت بابا وإلياس قاعدين، وإلياس فضل متنح كده شوية، وساعتها أنا اتكسفت قوي. قال لي إيه اللي انت حطاه ده؟ قلت له حاطه إيه؟ قال لي الروج ده يتشال حالا. قلت له نعم. لا مش هشيله، أنا حرة. بابا قال لي فرحة ما يصحش كده. قلت له بابا ده خفيف جدا، ايه المشكلة يعني؟ قال لي وانا خطيبك وبقولك شيليه، ولا انت فرحة؟ لو حابين تكملوا القصة، اسم القصة موجود على الفيديو، وكمان في سهم تحت صورتي في الفيديو، دوسوا عليه هيدخلكم القصة على طول.